ألف مليون مبروك للنادي الأهلي فوزه على الوداد 2-1 في ماتش الذهاب. ألف مليون مبروك وكل التحية للجمهور اللي كان موجود في الاستاد النهارده، اللي عمل كل اللي عليه وكان بيحرك الصخر. 2-1 فوز مستحق للنادي الأهلي، وإن كان في الإمكان أبدع مما كان. هبتدي معاكم ببعض النقاط الإيجابية المهمة جدا، وبعد كده نتكلم على إيه السلبيات اللي طلعنا بيها من ماتش النهارده. الإيجابيات: حسين الشحات يا جماعة نجم الماتش بلا جدال وبلا منازع. يعني عامل الجون الاولاني، عامل الجون الثاني، عامل جبهه ناحيه اليمين بتاعه الوداد اللي هي الجبهه الاضعف واللي اتكلمنا عليها امبارح. كان شعله نشاط، هو النجم الابرز، هو النجم الاهم. اتفرج على الجون الاولاني وازاي عافر على الكوره، وقف عليها وبص بعينيه ورفع عينيه ولعبها بالسنتي وبالمسطره على راس بيرسي تاو اللي ما قداموش حاجه غير انه يجيبها جول. حسين الشحات النهارده كان هو النقطة المهمة والأهم في خط هجوم النادي الأهلي. النقطة الثانية اللي لازم نحييه النهاردة يا جماعة وفعلا فوق الهايل بشويتين: مصطفى شوبير. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميك يا ابني ويحفظك. قدم لقاء كلاس ايه، يعني حاجة كده فوق الهايل بشويتين 3-4. كل الكور اللي جات له اتعامل معاها بمنتهى النجاح وبمنتهى التوفيق من المولى عز وجل، وكور متنوعة. يعني انفراد طالع أسد، شوطه من بره ال 18 علامي بالايد العكسيه اللي في الشوط الثاني، الفاول واقف في مكانه متمركز 10 على 10 وماسك الكوره. حتى الجول اللي دخل فيه لا يسأل عنه تماما. فمصطفى شوبير النهارده شهاده ميلاد، وقدم اوراق اعتماده بنسبه 1000% ان يستحق انه يكون موجود واحد من الحراس اللي النادي الاهلي كسبهم، واللي الفترة الجاية مكسب كبير جدا لحراسة المرمى سواء في الأهلي أو في منتخب مصر، لأن اللقاء ده لقاء مهم وكم ضغوط غير طبيعية مش أي حد يقدر يستحملها. نروح بقى للنقط السلبية. النقط السلبية أنا بصراحة بلوم على كولر إنه النهاردة يعني طمع في اللقاء. كان في الشوط الثاني كان سهل جدا عليه انه يقفل بعد 2-0 2-0 نتيجه ممتازه. كان ممكن تبقى افضل، في فتره الوداد كان تحسه متدرب كده بعد الجون التاني كان يستقبل التالت والرابع، بس لا خلاص انت 2-0 زي الفل 100 فل و17 تروح هناك هتلعب باعصاب مستريحه والضغط هيكون موجود عليهم. انت طمعت في اللقاء وما قفلتش نص ملعبك، وكان بان في 5 دقائق 6 دقائق كده الوداد كان باين انه خطير وفيه ثغرات كتيره جدا في الدفاع، ودي حاجه غريبه كمان ان هي بتحصل في ماتش نهائي. وده اللي احنا اتكلمنا برضو عليه امبارح، ان يا جماعه في عز مع الاهلي يكون بيهاجم وعايز يزود الغله التهديفيه وعدد الاهداف لازم تكون متمركز دفاعيا 10 على 10 ومحافظ ان ما يدخلش فيك اهداف. الحاجه الثانيه اللي برضو النهارده كانت بالنسبه لي مش فاهمها، عدم الحرص في انهاء الفرص لاهداف. وبرضو اتكلمنا عليها امبارح يا جماعه، الفرص في ماتشات النهائي والماتشات اللي زي دي بتبقى عزيزه جدا، ما ينفعش تتعامل معاها بعدم حرص. النادي الاهلي النهارده جات له فرصتين او 3 لو كان تم التعامل معاهم بشكل جيد عادي جدا كان يقدر يكسب 3-0 النهارده ويقفل وما يغامرش كولر في نص الشوط الثاني او في اخر الشوط الثاني انه ينزل وعايز يهدف 3 و4. لا 2 كان تمام وكنت استغلت الفرص اللي جات لك. على العموم يا جماعه النقطه المهمه اللي عايزين نتكلم عليها ان لسه في شوط تاني مهم جدا في الوداد وفي المغرب. ليه في شوط مهم؟ انت لسه قدامك شوط 90 دقيقه تقدر تعمل فيه الكتير. انت طالع كسبان نمره 1، نمره 2 عندك تيم قوي جدا، عندك مدير فني هايل، عندك جهاز فني 10 على 10. قدامك شوط هناك تلعبه، بس في نقطه بقى مهمه لازم اللعيبه تكون واعيه ليها، لان النهارده في اكتر من لعيب كان متنشن كان متوتر. انت هتروح هناك عندك معركه كرويه وفنيه، مش بس في الكوره، عندك معركه نفسيا. الناس دي انت شفت عندك هنا وبيلعبوك نفسيا وبيضغطوا عليك، وهم شمال افريقيا سواء المغرب الجزائر تونس شاطرين في الحته دي. فانت لازم تكون راسي وهادي وواعي للموضوع ده تماما، ان انت هيتم اللعب معاك في الحته النفسيه جامد جدا. فلازم تبقى هادي وما تروحش معاهم للسكه بتاعت التوتر اللي بالتاكيد بتاثر سلبا على الجزئيه الفنيه. يا جماعه لسه في شوط هناك، لسه في شوط مهم ان شاء الله الاهلي يطلع موفق منه، يقدر يستغل تقدمه في لقاء الذهاب عشان يخرج بنتيجه ايجابيه من لقاء العوده، وباذن الله تكون البطوله ال11 للنادي الاهلي.